أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء. تابعنا معكم قمة الإثارة في آخر لحظات الدور الأول، دور المجموعات الذي كان كريما علينا كمحبين لكرة القدم بالإثارة، بالأهداف، بالتقلبات، وربما جاءت آخر المباريات لتكون أجملها على الإطلاق وأكثرها إثارة. هذا اللقاء الذي سيبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم وفي تاريخ كأس العالم لسنوات طويلة. تحدثنا كثيرا قبل بداية المباراة عن الحساسية التاريخية لهذا اللقاء بعد أن تم الاتفاق بين النمسا وألمانيا على إخراج الجزائر في مونديال 82 فيما عرف بفضيحة خيخون. كان منتخب الجزائر على وشك أن ينتقم لجيل 82 بإخراج منتخب النمسا الذي تدارك الأمور بعد نهاية الوقت الأصلي والدقائق المحتسبة بديلة للوقت الضائع. جاء هدف المباراة السادس للنمسا التي تعادلت بثلاثة أهداف لثلاثة لتتأهل في المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر الذي قدم مباراة تاريخية في مجملها خاصة في شوطها الثاني. شكرا الجزائر، شكرا لقائد رياض محرز أبرز النجوم ربما في تاريخ الكرة الجزائرية إلى جانب رابح ماجد وكثير من الأساطير الذين مروا بتاريخ الكرة الجزائرية. شكرا المنتخبين على هذه المباراة الكبيرة، 6 أهداف، تعادل بين المنتخبين، تأهل للنمسا والجزائر معا، الجزائر لمواجهة سويسرا، النمسا لمواجهة إسبانيا وإيران. حتى آخر دقيقة من هذه المباراة كانت متأهلة، كانت النمسا في طريقها إلى فيينا لكن تأهلت النمسا، خرجت إيران، السنغال مرتبة ثامنة إلى جانب باراغواي، الجزائر، البوسنة وبقية المنتخبات في المرتبة الثالثة. تابع معكم فرحة المنتخبين بهذا التأهل التاريخي وهذه المباراة المثيرة الممتعة.